وفي حدود الساعة 7 اتصل كيسنجر بوزير الخارجية المصري حسن الزيات الذي كان في زيارة إلى واشنطن، وكان آخر من. ولاحظ كيسنجر في مذكراته أن الزيات لم يكن على علم بموعد الحرب. وفي المحادثة أبلغ كيسنجر الزيات بالمعلومات التي وصلت إليه، وقال له: إذا كانت الحشود المصرية نتيجة خوف من هجوم إسرائيلي فإن إسرائيل لا تنوي الهجوم، وإن من مصلحة. وواصل كيسنجر اتصالاته الماراثونية والتي شملت 25 محادثة هاتفية في أقل من 3 ساعات، طاف خلالها هاتفيا بأركان الإدارة الأمريكية والدبلوماسيين السوفييت والإسرائيليين ووزير الخارجية المصري وكورت فالدهايم أمين عام الأمم. وكان كيسنجر يسابق الزمن السعودية والأردنية مستخدما نفوذه ليطلب إليهما التدخل لدى كي لا يبدأ بالهجوم، وحذر من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها البدء بالحرب، مؤكدا أن ضبط النفس يمكن أن يفتح الباب في الأيام المقبلة نحو السعي إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، كما جاء في الرسالة التي وجهها كيسنجر إلى ملكي. ويلاحظ في نفس الرسالة كيف وضع كيسنجر أجندة زمنية قريبة جدا عندما تعهد للجانبين السعودي والأردني بالتحرك في غضون الأيام المقبلة من أجل إيجاد حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. بينما تشير الوثائق إلى أن كيسنجر في لقاءاته في الفترة التي سبقت الحرب، وكان آخرها لقاؤه مع الزيات يوم 5 أكتوبر في نيويورك، يعتبر أن التحرك من أجل تسوية نزاع الشرق الأوسط وارد في أجندته، لكنه غير وارد في الأجل. وتظهر الظروف التي أحاطت بالدور السوفيتي في تلك الأيام أن معلومات البيت الأبيض كانت غير دقيقة عما يقوم به السوفييت مع الجانب العربي، ويوضح ذلك إلى أي حد كانت واشنطن فاقدة للسيطرة على الأوضاع، ولم يكن السوفييت أفضل حالا كما تدل على ذلك مؤشرات عديدة من الوثائق السوفيتية. يقول كيربتشينكو وهو أحد ضيوف هذا الملف ومسؤول المخابرات السوفيتية في القاهرة في مذكراته إن موسكو علمت بشكل عام بأن الحرب ستقع، ولكنها لم تعلم بالموعد المحدد للحرب من السادات. ويقول أيضا إن الاستخبارات السوفيتية كانت على علم أيضا بالمحادثات السرية التي يجريها السادات مع الأمريكيين. في مذكراته تفاصيل عن اتصالات اليومين الأخيرين بين موسكو والقاهرة ودمشق. بالرغم من أن السادات وعد موسكو بالتشاور على مسألة بداية الحرب وإبلاغه بالتاريخ المحدد لبدء العمليات القتالية، إلا أنه لم يبلغه ببداية العمليات العسكرية إلا قبل 4 ساعات فقط من بدايتها في يوم 6 أكتوبر. ويضيف السفير قائلا: علاوة على ذلك كانت معلومات السادات هذه مائعة وغير محددة، حيث قال لنا إن الاستفزازات الإسرائيلية تتزايد ويمكن توقع أحداث. وحسب رواية دوبرينين فإن موسكو حصلت تقريبا على معلومات ببداية العمليات العسكرية في الوقت نفسه أيضا من القاهرة ودمشق، إلا أن الاختلاف كان في أن المعلومات الواردة من مصر وسوريا كانت تؤكد على أن إسرائيل هي التي بدأت العمليات الحربية. وفي مذكراته يروي السادات تفاصيل الاتصالات مع السوفييت قبيل بدء الحرب بيومين. في يوم 3 أكتوبر كان يوم أربعاء، اجتمع الرئيس السادات وباتفاق مع الرئيس الأسد بالسفير السوفيتي في القاهرة، وأبلغه بقرار مصر وسوريا ببدء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وقال له إننا لم نتفق بعد على موعد بدء الحرب، ولكنه في حقيقة الأمر كان قد اتفق مع الأسد ليجتمع مع السفير السوفيتي في اليوم اللاحق أي في 4 أكتوبر ويخبره بالموعد، لأن علاقات السادات بالسوفييت كانت سيئة كما يؤكد السادات ذلك. وفي يوم 5 أكتوبر رحلت روسيا رعاياها من عائلات مدنية في مصر وسوريا عبر 4 طائرات ضخمة من مطار عسكري، ورصدتها الرادارات الإسرائيلية التي اعتقدت أنها إمدادات بالسلاح. وعلى صفحات الأهرام في 8 نوفمبر تشرين الثاني عام 1973 عرض محمد حسنين هيكل مقابلته مع الجنرال أحمد إسماعيل الذي كشف عملية الخداع الاستراتيجي التي اعتمدها المصريون والسوريون للتمويه عن موعد شن الهجوم إلى مصر يوم 8 أكتوبر. وتمت إذاعة بلاغ عن فتح باب تسجيل الضباط والجنود بأداء العمرة. ومن آخر خدائع السادات إصراره لمبعوثي رؤساء الدول أنه سيزور الأمم المتحدة في أكتوبر لطرح مبادرة للسلام في الشرق الأوسط. وبحسب رواية الجنرال أحمد إسماعيل للأهرام فإن الاعتبارات التي اختير على أساسها موعد بدء الحرب كانت كالتالي: تقدير سياسي للظروف السياسية التي تميزت بتأييد عالمي يصل إلى ذروته، تقدير لقوة السلاح، تحديد للظروف العملية، ليلة مقمرة يتصاعد فيها القمر معنا في الساعات الحاسمة، ليلة يكون تيار القناة فيها مناسبا للعبور من ناحية السرعة،
ليلة يكون عملنا فيها بعيدا عن توقعات العدو، ليلة لا يكون فيها العدو نفسه مستعدا للعمل. ساعات اتجاه الشمس في مصر وسيناء، سوريا والجولان. وتظهر هذه التفاصيل والمعطيات الفجوة الكبيرة في المعلومات عن الأوضاع التي كانت تواجه الأمريكيين خلال حرب أكتوبر، وكان من أهم أسبابها اعتمادهم شبه التام على المصادر الإسرائيلية. ومن جانبهم اعترف عدد من المسؤولين الإسرائيليين بسوء التقدير الذي أصاب الأجهزة الإسرائيلية. واعترف موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق فيما بعد بأن عمليات الخداع الاستراتيجي التي نفذها الجانبان المصري والسوري انطلت على الإسرائيليين. في اليوم الموعود وفي التاريخ والساعة والدقيقة ذاتها ضربت كل من القوات المسلحة المصرية والسورية ضربتها المشتركة، وأفاق العالم كله من غفوته ولكنه لم يستفق من صدمته. كيف استقبلت العواصم المختلفة أنباء الساعات والأيام الأولى للقتال؟ كيف تحركت الدبلوماسية العالمية للدفاع عن مصالحها التي عصفت بها الأخطار؟ كيف كانت ردود أفعال ومواقف دول المنطقة ذاتها من ذلك الحدث الكبير؟ أسئلة عديدة حول تاريخنا لا يزال أرشيفهم يقدم لها إجابات جديدة. من يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. ولم يكن يخامرني شك في أن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67 ولم تكن أبدا من أسبابها. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة.